تخيل فنان بيقدر يرسم لحظة قبل ما تحصل، نظرة خوف قبل الصرخة، لمعة عين قبل الدمعة. تخيل فنان كان بيقدر يخلي النور بطل القصة. ده مش بس رسام، ده كان مخرج سينمائي في زمن ما فيش فيه كاميرا أصلاً. النهاردة نحكي عن أسطورة الرسم الهولندي رامبراندت فان راين. رامبراندت اتولد سنة 1606 في مدينة ليدن بهولندا. كان رقم 9 من 10 أخوات، وأبوه كان طحان بسيط، يعني مش من عيلة غنية ولا فنية، بس من وهو طفل كان بيشوف الدنيا بطريقة مختلفة. كان لما الشمس تدخل من شباك البيت يوقف يتفرج على الغبار وهو بيتراقص في الضيء، وكان بيسأل نفسه ليه النور مش بس بينور، ليه كأنه بيحكي. في سن صغير دخل جامعة ليدن، لكنه سابها بعد شهور، مش علشان فشل، لكن علشان كان شايف نفسه في مكان تاني تماما، في الفرشة والألوان. سافر أمستردام، وهناك بدأت رحلته الحقيقية. رسم لوحات فيها مش بس تفاصيل وجه، لكن تفاصيل روح، وشوية شوية بقى من أكتر الرسامين شهرة في أوروبا كلها. كان عنده قدرة غريبة على استخدام الضوء والظل بطريقة محدش جربها قبله. كان بيخلي النور يدخل من ركن معين في اللوحة كأنه كشاف مسرحي. وبعد جوازه من ساسكيا، بنت عيلة راقية، حياته تحولت لفخامة، فلوس، ومكانة اجتماعية، وبيته بقى مليان تحف ولوحات، وكانت الناس بتقف طوابير علشان تتصور عنده. فسنة 1942 رسم لوحة كبيرة اسمها الحرس الليلي. رسم فيها مجموعة من الجنود مش واقفين في وضع تقليدي، لكن متحركين في لحظة كأنها من فيلم أكشن. بس المشكلة الناس وقتها ما كانتش مستعدة للفن بالطريقة دي. قالوا له انت ليه مخلي النور مش متساوي؟ وليه الوجوه مش واضحة؟ الناس سخروا، الزباين قلت، والطلبات اختفت. والمفاجأة، اللوحة اللي خلت الناس تنتقده وقتها بقت النهاردة أشهر لوحة في تاريخ هولندا كلها. بعد النجاح الكبير جات الضربات واحدة ورا التانية. زوجته ساسكيا ماتت، أولاده ماتوا صغيرين، صرف كل فلوسه على جمع اللوحات والتحف، وفي الآخر أعلن إفلاسه وباع بيته وكل ممتلكاته. لكن بالرغم من الفقر، الحزن والوحدة، رامبراندت فضل يرسم. بس المرة دي الرسم بقى أعمق، أصدق، ومليان وجع حقيقي. رسم نفسه في أكتر من 80 لوحة، وكل واحدة كانت بتعكس حالته النفسية. كان بيقول أنا أرسم نفسه مش عشان أخلد شكلي، لكن عشان أفهم مين أنا. وفي آخر لوحة رسمها لنفسه وهو في الستينات من عمره، كانت عيونه تعبانة، مفيش ابتسامة، بس فيها نظرة رضا غريبة، نظرة فنان عاش، خسر واتعلم. رامبراندت مات سنة 1762 وهو فقير وحيد، ودفن في مقبرة جماعية بدون شاهد. بس بعد موته لوحاته بقت كنوز عالمية، وبيعت منها لوحات بملايين الدولارات. رامبراندت ما كانش بس رسام، كان حكاية عن النور والظلام جوه اللوحة وجوه الإنسان. راجل شاف إن الفن مش لازم يكون حلو، لكن لازم يكون صادق. واللي قال يوما الرسم هو ابنه، وأنا مجرد وسيط بيوصله للعالم. لو عجبتك القصة متنساش تعمل لايك، شير وسبسكرايب. سلام.